كواليس مثيرة تلك التي خرج قيادي العدالة والتنمية محمد يطيم ليكشفها حيال ما جرى دقائق بعد البلاغ الملكي الحاسم في إعفاء العاهل المغربي لعبد الإله بن كيران من مهامه كرئيس للحكومة وتعويضه بشخصية أخرى من قيادة المصباح، وهي المعطيات التي تأتي في دون الاجتماع الأخيرة صباح اليوم الخميس من أجل حسم موقفها من القرار الملكي، فيما كشف بن كيران أنه تلقى خبر الإعفاء من مستشاري الملك وليس من العاهل المغربي شخصيا. ويروي عضو الأمانة العامة لام حزب المصباح أن بن كيران اتصل به مباشرة بعد تلقيه خبر تكليف الملك محمد السادس شخصا من الأمانة العامة بمهمة رئاسة الحكومة، وزاد: طلب مني الالتحاق به في منزله على الساعة 10، وكنت أحس بأن تطورات كبيرة قد حصلت لعلمي بعدد من المعطيات الأخيرة، ومنها كونه طلب التحدث إلى جلالة الملك مساء يوم الثلاثاء. بعد ذلك يضيف يطيم في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: دخلت الصالة ووجدت بعض الإخوان قد سبقوني، والتحق آخرون بعد دقائق، على أنه بادر بتهنئة بن كيران قائلة: كان أول شيء هو أنني هنأته على الإعفاء من هذه المسؤولية، وابتهج لتهنئته بهذه الطريقة، وقال لي: هذا هو الأصل في مثل هذه المواقف، وأخبرني بكم الابتهاج والحبور الذي تلقت به زوجته نبيلة الخبر، إذ حمدت الله بخروجه مرفوع الرأس. يطيم وهو داخل فيلا بن كيران بحي الليمون بالعاصمة الرباط وصف الأجواء داخل أسرة رئيس الحكومة المعفى موردا بعد حين دخل ابنه أسامة وسلم عليه، وبدأ عليه هو الآخر الابتهاج وهنأه بالإعفاء، فيما ختم كلامه بإطراء خاص ضم عبارات: رجل من طينة خاصة وأسرة من طينة خاصة. وعلى صعيد ذي صلة، نفى عبد الإله بن كيران صباح اليوم علمه بمن سيخلفه من قيادة حزب العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة المقبلة، وقال في تصريح للصحافة: البديل يعلمه الله، أنا لا أعلم الغيب. وأوضح بن كيران أنه تلقى قرار إعفائه من عند مستشاري الملك محمد السادس وليس من الملك شخصيا.